فيديو النهارده هقول لك فيه على نظام غذائي لو عرفت تمشي عليه صح زي ما هقول لك هتقدر تخس فيه 5 كيلو في اسبوع او اسبوعين. بس لازم تفهم الاول يعني ايه طريقه انقاص الوزن. نزول الوزن من العوامل المهمه عند الرجال والسيدات، وده من اجل الحصول على جسم متناسق وجميل، وكمان من اجل الوقايه من بعض الامراض اللي ممكن تسبب عندك السمنه المفرطه وزياده الدهون، وبعض الامراض منها الدهون الثلاثيه والكوليسترول. وفي اغلب الاحيان اي نظام غذائي منخفض السعرات الحراريه للشخص اللي محتاج من 1600 سعر ل 2500 سعر حراري وبيعاني من زياده الوزن ومحتاج ان وزنه ينزل، بس كل ده بطريقه طبيعيه وبدون مشاكل صحيه. وفي الوقت ده وزنه ممكن ينزل بمعدل 5 كيلو في الاسبوع او في اسبوعين. هتعمل اللي هقول لك عليه من فطار وغدا وعشاء، وكمان عملت لك بديل لكل وجبه في البرنامج ده عشان ما تملش. وهتكون اول حاجه وجبه الفطار في النظام ده بيضه مسلوقه مع شريحه توست اسمر زائد كوبايه شاي اخضر بليمون بس بدون سكر. ولو انت مش بتاكل اي نوع من الوجبه الاولى في بديل لوجبه الفطار، وهتكون عباره عن 100 جرام بطاطا مشويه زائد كوبايه شاي اخضر بليمون. ولو زهقت من الوجبه دي فالبديل ليها 50 جرام جبنه قريش مع شريحه توست اسمر وخياره مع كوبايه قهوه او نسكافيه بلاك بدون سكر. ولو انت محتاج بديل برضه للوجبه دي هيبقى 100 جرام فول بتوابل وزيت زيتون زائد نص رغيف اسمر وخياره مع كام عود بقدونس وجرجير. نيجي بقى لوجبه الغداء، وبرضه مش هلزمك انك تمشي على وجبه واحده عشان ما تملش، عشان ممكن يكون الاكل ده برضه مش مناسب ليك. هتاكل في وجبه الغداء 150 جرام صدور مع طبق سلطه عباره عن خس وبقدونس وخيار و150 جرام رز مسلوق. والبديل للوجبه دي هيكون 150 جرام سمك مشوي زائد طبق سلطه خضراء عباره عن خس وخيار وبقدونس مع 150 جرام رز. والبديل برضه للوجبه ديت هيكون 150 جرام لحمه مشويه مع خس وخيار مع طبق خضار سوتيه. نيجي بقى لوجبه العشاء، وهيكون النظام فيها عباره عن طبق سلطه خضراء عباره عن خس وبقدونس وخيار على علبه تونه بدون زيت. والبديل للوجبه دي هيكون 150 جرام كوسه وبروكلي مع طبق بيض اومليت. وبرضه البديل للوجبه ديت هيكون عباره عن علبه زبادي مع خيار. وهنا لو انت حبيت تبدل اي وجبه من الوجبات ديت على مدار اليوم فده مسموح ليك، ويفضل يكون في فرق ما بين كل وجبه ووجبه على الاقل 3 ساعات. وعشان تبقى فاهم اوعى تقطع الملح في الوقت ده، ولكن ممكن تبدله بملح الهيمالايا. ومسموح ليك كمان ثمرتين فاكهه في اليوم، برتقال او فراوله او كيوي. وما تنساش في الوقت دوت الميه، لان الميه عامل مهم جدا في ان هي تساعدك ان انت تخس. مسموح ليك في الوقت ده 3 لتر ميه على مدار اليوم، وده اقل حاجه. طبعا انا دايما برشح في اي دايت اي حد بيعمله معايا لازم ياخد فيتامينز، لان ما بيقدرش يكمل الفيتامينز بتاعته من الاكل او من النظام الغذائي اللي بيبقى ماشي عليه على مدار اليوم. فانا ارشح لك ان انت تاخد اوميجا 3 عشان جسمك يقدر يستفاد بنسبه الدهون النافعه اللي داخلاه. وبكده نكون انتهينا من حلقه النهارده. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. كان معاكم الكابتن عمرو فليكس. السلام عليكم.